يا كباتن، ده حلمي. ازيكم يا جماعه؟ طبعا كلنا شفنا مشهد احمد رمزي في فخر الدلتا، والمشهد ده سيل من الكومنتات السلبيه نزلت عليه. وفخر الدلتا في العموم في انتقادات كتيره قوي تعرض لها، يعني اللي بيقول ان هو دمهم تقيل، ان هم استعجلوا، ان هم مش احسن حاجه. ده في العموم منطقي، يعني انت مثلا ما ينفعش تبقى ما تعرفش تعوم وحد يجي يرميك وتبقى فاكر ان انت خلاص هتبقى سباح عالمي. وزي ما احمد رمزي قال، ما ينفعش ابقى بسوق اول مره في حياتي قصاد ناس بيسوقوا بقالهم 30 سنه. دي اول تجربه بطوله لاحمد رمزي، واول تجربه اخراجيه لهادي بسيوني. المسلسل اتعرض ليه تعديلات كتير، كان هيبدا ب 15 حلقه، كانت ساندرا نشأت هي اللي هتخرجه. المؤلف بتاعه اتهم باتهامات لدرجه ان هم شالوا اسمه من المسلسل. المسلسل عباره عن سكتشات، حلقات بتبقى اب ومضحكه وجامده جدا، وحلقات بتبقى وحشه قوي، حلقات ما تضحكش، وفي حلقات بتبقى فيلر كده محطوطه كده بلا هدف. طب ده ليه؟ طب ما هو طبيعي، ما هو الناس دي لاول مره بيعملوا حاجه سوا، ناس اصلا ما عندهمش خبره. يعني مثلا البطل ما عندوش خبره، اغلب الممثلين اللي معاه ما عندهمش خبره، غير طبعا الناس الكبيره اللي هم كمال ابو ريا وغيرهم كتير. ماشي اقول لك تمام، بس الباقي ما فيش. الايقاع الحلقات اوقات بتفقد للايقاع، الحلقات اوقات المونتاج بيحصل لهم قطع مفاجاه، فتلاقي ايقاع حلقات حلو قوي وايقاع حلقات وحش قوي. هل انتقادات الناس للمسلسل دي حقيقة؟ اقول لك حقيقة. هل الانتقادات دي اوفر؟ فيها سنة اوفر، بس انت طالما نزلت الملعب يبقى تستحمل، ولو انت مش قد الاكشن ما تاكشنهاش. ناس كتيرة بيقولوا ان احمد رمزي يعني دمه اصلا كان خفيف في السكتشات بس على السوشيال ميديا، انما كممثل دمه مش خفيف خالص. في ناس تقول ان هو ما يعرفش يعمل دراما، يعني المشهد ده مشهد ما خدموش اصلا ككتابه وكاخراج. ويعني مثلا مشهد متاخد لونج، وان احنا اصلا لازم نتعاطف معاه، فلا كان لازم يبقى فيه كلوز اكتر على وشه اكتر عشان اعرف اتفاعل معاه اكتر. كان كمان في اداء مفتعل شويه ليه، في لقطه كده اللي هو زعق كده بطريقه يعني غير محبوبه. انا هعذرك ان انت اول مره، تمام ماشي مفيش مشكله، ولكن المشكله ان 30 حلقة وده ما ينفعش. احنا قلنا قبل كده مسلسل زي ده كان ممكن يبقى حلو قوي لو 15 ده انا دايس بقى معاك، هيبقى فيه كمان حلقات ممكن يبقوا 10 وممكن يبقوا 8 وممكن يبقوا 6. بالتو لما نجح ب10 حلقات، وغيرهم كتير برضو نجح بنفس العدد ده بنفس الفورمولا دي. القصة اصلا ما تستحملش كل ده. في حلقات بقى انا كنت مستمتع بيها جدا، في حلقات اللي هي اللاف ستوري اللي كانت ما بين فخر وما بين طارة عظمة، في حلقات اللي كان بيحاول ان هو يتميز فيها عن باقي زمايله كانت عظمة، في حلقات اللي هو في السطح قصة الحب اللي ما بين الناس والفرح ومش عارف ايه، في برضه حلقات كده كانت حلوة. من ال 24 حلقة اللي اتعرضوا كان في حلقات حلوة، ما كانش كل شيء سيء لهذه الدرجة. فبالنسبة لي انا شايف تجربة فخر الدلتا هي تجربة مقبولة، مش وحشة زي ما كل الناس بتقول يعني. ولكن الناس اللي بتقول وحشة أنا متفق معاهم في بعض الحاجات وعذرهم، يعني أنا ما عنديش مشكلة، بس أنا مقبولة بالنسبة لي أنا، لأن أنا بعذرهم لأن هم دي أول تجربة ليهم. وأنا عشان نفسي على المستوى الشخصي بحب هادي بسيوني وبحب أحمد رمزي، فأنا عشان كده شدت مجروحة شوية. التجربة دي ممكن تبقى وحشة جدا لكل الناس اللي هم شاركوا، لأن هم خدوا فيدباك مش أفضل شيء. الافضل ليهم ان هم ياخدوا الفيدباك ده ويشتغلوا عليه ويذاكروا اكتر علشان العمل اللي يجي بعد كده يكونوا فيه احسن. اتمنى ان هم يعني يعدوا الصدمه دي، يعدوا انه الانتقادات دي محدش مثلا فيهم يفتكر ان في لجنه بتهاجم، ولا ان المسلسل نجح ومكسر الدنيا ودي بس شويه ناس بينتقدوا على الفاضي والمليان. لا، انت عامل منتج لناس، بالنسبة لناس كتيرة مش متقبلاه مش حباه شايفاه وحش، وهو فعلا في حلقات كتيرة جدا كانت وحشة، شايفة ان في اداء مفتعل وعندهم حق في بعض الاوقات. فعشان كده يعني انا بتمنى ان المسلسل ده ما يبقاش النقطة اللي كل الناس دي تقع فيها. كمان موضوع اللهجة، ان انت جايب برضه ممثلة مش مصرية تمثل مصري، انا بالنسبة لي كانت اوكي، بس في ناس لا مش ظابطة اللكنة 100%، مش ظابطة اللهجة 100%، فتمام برضه. فده كان اوفر اول كلامي عن فخر الدلتا. قول لي انت رايك في الكومنتس، ايه رايك في احمد رمزي، ايه رايك في اول تجربة اخراجية لهادي بسيوني، ايه رايك في المسلسل بشكل عام، لان انا اصلا بالنسبة لي كان في ريمونتادا كده حصلت بعد اول كام حلقة وكان ممتع جدا، بس بعد كده وقع تاني في نفس الفخ وبقى وحش، وبعدين ups and downs، فمش ماشي. مستني بقى رأيك في الكومنتس عن المسلسل، وأتمنى الفيديو ده يوصل لكل صناعه، لأن حقيقي بحبهم وحقيقي مش عايز دي نقطة ما ينفعش يرجعوا منها. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي، سلام.